حرفيا 99% من الناس اللي حواليا مكتئب. بدرس بره مصر في دولة أوروبية، وكانت الدنيا most of the time شتاء، فكان بيبقى الدنيا بتمطر، تلج، برق، رعد، فصعب جدا ان الواحد يقدر ما يكتئبش في اللحظات دي. عايزة اقول لكم شوية نصايح انا اتعاملت مع الاكتئاب وازاي قدرت ان انا انجح. حاجات بسيطة. اول حاجة ما رحت انا ما كنتش مكتئبة خالص، كنت مبسوطة جدا، متحمسة للدولة الجديدة ومش عارفة انا ازاي هنجح وازاي انا هعمل ايه وكل حاجة. وبعد فترة، بعد ما خرجت وشفت كل حاجة واتبسطت وعملت كل حاجة، ابتديت ان انا يوحشني اهلي، وابتديت ان انا انسى انا جاية ليه اصلا، لحد ما حصلت حاجة غيرت كل حياتي، خلتني حرفيا ابص للامور بنظرة مختلفة خالص وبعين تانية خالص. كنت في الجامعة في مرة، وكان في واحدة بتنظف الجامعة وكانت ست عربية، وكنت ساعتها رحت لأهلي زيارة وبعدين رجعت وكان شكلي لسه معيطة. والست دي كانت لطيفة جدا وكانت بتعاملني بجد كأنها حد يعرفني، وبجد كنت بحبها قوي. فجت قالت لي ايه اخبارك بعد ما سافرتي ورجعتي وعاملة ايه وايه اخبار الدنيا ومش عارف ايه. فلقيت نفسي فجأة بقول لها يعني انا وحشني اهلي اوريدي وبجد ما كنتش عايزة ارجع. فلقيتها بتقولي كلمة غيرت تفكيري تماما، قالت لي لولا الفلوس انا عمري ما كنت اجي هنا. ففكرت كده، الست دي فعلا عندها حق، هي فعلا جت هنا عشان خاطر تشتغل، جت هنا عشان الفلوس، وفي بلدها مش بتاخد نفس الفلوس اللي بتاخدها هنا، عشان كده هي مستحملة وهي قادرة ان هي تقعد هنا. يعني عندها هدف دايما بتفكر نفسها بيه لما الدنيا بتضيق عليها وبتبقى مش قادرة تستحمل العيشة هنا. وبدأت أفكر نفسي أنا جيت ليه من الأول أصلا. فأول خطوة إن احنا نحارب الاكتئاب في يوروب. سهل قوي الواحد في الغربة، بالذات لو بنت أو راجل، سهل قوي إن الشخص يكتئب بعيد عن أهله، سواء كنت في دولة عربية أو دولة أوروبية، خصوصا لو دولة أوروبية لأن انت أو أمريكا، لأن انت بتبقى بتتكلم بلغة تانية غير لغتك الأم، كل الناس حواليك بتتكلم بلغة تانية غير لغتك الأم، فبتحس شوية إن انت you're not belonging لهنا، فبتبتدي ان انت تكتئب. فاول حاجة عشان نحارب الاكتئاب هي اننا نفتكر احنا ليه اصلا جينا الدولة دي او ليه جينا المكان ده، ونفتكر ان الحاجة دي مؤقتة، يعني مهما قعدت هنا انا هرجع تاني لحضن اهلي وحضن مامتي. سواء انت بتشتغل سواء انت بتدرس، افتكر دايما الهدف اللي انت جيت عشانه من الاول. تاني حاجة يا جماعة، أنا قلتلكوا في الأول إن كل الناس 99% من الناس اللي حواليا مكتئبة، ما عدا الأشخاص اللي بتعمل اكتيفيتيز، اللي محاطة نفسها دايما بناس بوزيتيف، اللي محاطة نفسها دايما بناس بتحبها وأصحاب فعلا جدعان. حاول تستثمر في أول فترة في الغربة في إن أنت تعمل صحاب كويسين. الصحاب دول مش بس هيمنعوا الاكتئاب، الصحاب دول كمان هيخلوك تعمل اكتيفيتيز، هيعرفوك على حاجات تانية انت ما تعرفهاش، هيفتحوا مدارك مخك، ممكن بعد كده يساعدوك في حياتك العملية. you never know. خلي علاقتك بالناس كلها حلوة وحاول تعمل اكتيفيتيز على قد ما تقدر. ما تروحش تتقوقع وتقعد في الأوضة وتتوقع ان انا هكون مش مكتئب، لا هتكون مكتئب، بس لو نزلت خرجت شوية اتمشيت شميت شوية هوا ممكن ما تبقاش مكتئب، وممكن تفضل مكتئب بس بنسبة 99% مش هتبقى مكتئب. تالت حاجة واخر حاجة، ودي نصيحة احب اقدمها لاي حد ايا كان انت جاي من انهي كالتشر او انت عاداتك وتقاليدك ايه، ما تحاولش ان انت تبعد عن عاداتك وتقاليدك، حاول دايما ان انت تكون محتفظ بعاداتك وتقاليدك. الاجانب مش هيسقفولك لو لقوك رايح بتشرب معاهم او بتسكر معاهم عشان بس تجاريهم، بالعكس هم هيسقفولك لو انت مهتم لسه وبتحافظ على عاداتك وتقاليدك. هم متعودين ان هم يجيلهم ناس من كل انحاء العالم، زي ما احنا مثلا مصريين بيجيلنا ناس من كل انحاء العالم، بس هم فكرتهم ان هم مش بينبهروا قوي بالثقافة بتاعتنا ومش بيبقوا عايزين يقلدونا، فهمتوا؟ فعشان كده احنا اللي منبهرين بالثقافة بتاعتهم. بس بجد انا قابلت ناس كتير قوي كانوا منبهرين بقد ايه انا لسه مهتمة وقد ايه انا لسه محافظة على عاداتي وتقاليدي، وشفت نظرات احترام كبيرة جدا في عيون الناس، انه بجد برافو عليكي، ايا كان ثقافتك ايه احنا هنحترمها
عشان هي ثقافتك، وهنحترم ان انت لسه محتفظة بيها ومش بتحاولي تقلدينا. الغربة فترة مؤقتة، والغربة مش معناها ان احنا في مكان غريب عننا. مع الغربة هي انك بعيد عن اهلك وبعيد عن صحابك. لو انت في مكان فيه اهلك وفيه صحابك حتى لو في دولة مش الدولة اللي انت اتولدت فيها، فدي ما تعتبرش غربة. بس غربة فترة مؤقتة بنعملها لهدف معين وبعد كده بنرجع تاني، فهي مش مدى الحياة. فحاول دايما تفكر نفسك انت ليه جيت هنا، وقد ايه محتاج وقت، وانت وقدام ممكن توصل لايه بوجودك هنا، وقد ايه انت بتبني حاجة كويسة وانت قوي جدا. مش اي حد يقدر على الغربة، مش اي حد يقدر ان هو يبعد عن اهله واصحابه وناسه ويتكلم لغة غير لغته. فبجد اي حد في غربة هو اكيد انسان قوي جدا. تابعوني الفيديوز الجاية، لو حابين تعرفوا اي ديتيلز او حابين تعرفوا اي حاجة اكتبولي في الكومنتس وهرد على كل حاجة. باي باي.